الو، ايه اختي، وين بدي يكون يعني؟ فعم في الصبح اتوضى صلي اقرا لي صفحتين قرآن. شو بدي اعمل؟ والله داخلي والله ساف قلبي من الصيام لك اختي. ايه والله لا، الصغير بيجي من الشغل تعبان بس بفوت على النوم، ما دغري على النوم بفوت على اذان المغرب. هي الكبيرة يبعت لها دقائق ان شاء الله، قاعدة على التلفزيون والموبايل على التلفزيون والموبايل، والله العظيم لاطفي هالانترنت، والله العظيم لاقيم هالانترنت، ذبحوني يا اختي ذبحوني، قاعدة على الانترنت والمسلسلات. ليش شو بدك تطبخي له؟ لك اختي اولادي ما بياكلوا هلكوني، والله الله وكيلك فيه من الساعة 10 الصبح للساعة 2 الظهر وانا عم بسأله شو تاكلوا؟ مجدرة ما بياكلوا، ملوخية ما بياكلوا، شلباطة ما بياكلوا، شو بدي اعمل؟ شو العالم بتطبخ؟ فهميني على الافطار شو العالم والله عم بفرد لهم سفرة من هون لهون، بشتهي واحد منهم يقول لي كتر خيرك يا امي، وكلمة منيحة بتطلع معهم، إذا فاتت هي على المطبخ معي بدها تساعدني بتبخش بدني وبتتأفأف ومو عاجبها، يوم كل يوم في على الطاولة برك وسمبوسك وبطاطا، كل يوم كل يوم، إذا ما كان البرك والبطاطا على الطاولة ما بياكلوا لقمة، الله وكيلك، اللقمة ما بيحطوها بتمهم. يشهد الله بس خلص رمضان مالي فايتة على المطبخ، ما بقى دوسة للمطبخ بشهر. ليش صاير بيروح لعند أهلك لك أختي؟ اخوكي قاعد حاطط مرته واولاده بنخلص من على الفطور، مرته بتخجل تقيم صحن، شاكه ما بتجلي، بينطبش براسي وبراس بناتي، وهي الحيه الصغيره بنتي انا نمروده، بقول لها قومي عينيني ساعديني قدام بيت جدك، تقلي حني عنا لك اختي، حسناني انا اقوم اشتغل عول بالعالم، اي ببيتي ما عم عول لعول ببيوت العالم. قاعد يصبع لي اياها وقاعدين هو وياها بيخلصوا بيجيبوا الحلو بيقعدوا على الطاوله ونحن مثل اللفايات قاعدين بالمطابخ. تركيني ما بدي اروح لعند اهلك ولا اهلك يجوا لعندي، خلصنا. لك اختي والله انا بعرف جوزي كرنيب ما بيتاخذ لقرنه لئيم ونمرود وش حاله، بعدين بيخجل بقول له فوت امشي نروح فايتين ايدنا فاضيه على بيت اهلي، فايته ايدك فاضيه، جيب لك كيلو مدلوقه، كيلو كنافه، كيلو نابلسيه بايدك، بدك سويت وشي قدام اخواتك واهلك، حلي عني لك اختي. على قولك لكن بيعزموا جوز اختك قال صهر جديد، واذا صهر جديد خير ان شاء الله، شو عم يصرف علينا ولا عم يطعمينا؟ صارخين من اول الصالون لاخر الصالون الكباب، هيك صينية الكباب من اول الصالون لاخر الصالون، ونحن وقت عزمونا على شو عزمونا؟ على فاصولية كلاوي، اساسا برمضان ما بتتاكل، والله حامية على البدن، والله ما بتفوت بالريق، وسكتت وبلعتها. لا فايقة بنتي فايقة، لا نايمة، لك قومي عينيني بالمطبخ، حيقدم بعد ساعتين، قومي نعمل لنا اكله، طيب اعملي لك الفي لك سمبوسك اشتغلي لك بنت خالتك صايره صارت مخلصه البيت 3 مرات على تواليته وانت لساتك بالفرشه، صيامك لمين؟ الله هيك بده يجعلك الصيام ويزته بوشك. لا والله ابو منيفه مو هون، ما بيجي لك اخر الوقت قبل الاذان ب5 دقائق. على وين التبت؟ سويت الاكل. اذا فات على المطبخ اعتبري المطبخ مشي من اوله لاخيره، بوس رجليك خليه غاطيت بعيد عني هلا. ايه اختي بدك عدلك اياها يعني، خلص لازم تعرفي لا انحظينا لا برجال لا بالاولاد، الرجال عسه وضريب بوكس وايده ماسكه، والاولاد الله وكيلك ما بيسمعوا الكلام. الحمد لله خلص الحمد لله، خلينا ساكتين، اللهم اني صائمه ما بدي اجيب طاري حدا منهم. يلا انت حاكيني لكمان لنظبط انا وياكي مشان ننزل نشتري الاواعي العيد. لك اختي اسكتي والله العظيم ليجيب لي الجلطه بكره ليعطيني، ما بيحب الدفع، بكره بقول له هات اواعي للعيد، اكسي الاولاد والله ليجيب لي الجلطه، خلي الله ربك والله لا اخذ المصاري من هون ليكون صار لي الضغط والجلطه والقلب. شو بدي احكي؟ يلا روحي اختي حاكيكي بهات فكي فوت على المطبخ، يلا سلام عليكم. au revoir.